الجزء التاني من حاجات قوية ومفيدة فعلا في واجهة الكالر او اس 16. بشكركم جدا عشان عجبكم الجزء الاول اللي قلنا فيه اكتر من 10 ميزات، ولكن النهاردة هنقول اكتر من 23 ميزة فعلا مفيدة ومنها حاجات مخفية كده مش اي حد يقدر يوصل لها. عشان كده مهم قوي انك تشوف الجزء الاول لو ما لحقتش تشوفه لحد دلوقتي عشان تعرف الميزات التكميلية اللي موجودة في فيديو النهاردة. بشكركم جدا لدعمكم على الفيديو اللي فات. السلام عليكم اخواتي وحبايبي، انا اسمي ايمان محمد ويلا نبدأ على طول. الميزة الأولى عاوزاك بمنتهى البساطة تروح على معرض الصور الخاص بموبايلك، وهتلاحظ تحت كده مكتوب الصور الألبومات إنشاء. لو دخلت على كلمة إنشاء هنا هتلاقي شوية مميزات حلوة قوي أنا شخصيا كنت بغفل عنها. ميزات مليانة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدر تعمل حاجات كتير زي مثلا إنك تقدر تحذف أي حاجة موجودة في الصورة مزعجة بالنسبة لك، زي الأشخاص أو العناصر المعينة تحددها وتحذفها عادي جدا. أو مثلا ممكن ترفع جودة الصورة اللي انت صورتها لو حاسس ان هي بهتانة شوية، ممكن ترفع جودة الصورة لحد 4K. وكمان لو صورت صورة في مكان ضلمة شوية وحبيت ان انت تفتح الشخص اللي انت بتصوره او تنوره شوية من غير ما تأثر على الالوان اللي موجودة في الصورة، ممكن تستخدم الميزة دي. واحلى ميزة كمان هو ان لو عندك عدد من الصور صورتها مثلا لاصحابك او لشخصيات معاك، تقدر تجمعهم في صورة واحدة لحد 9 صور تقريبا، وكمان تخلي واحد فيهم بارز عن التاني بالشكل ده. وكمان تقدر تحول الصورة المتحركة بتاعتك إلى فيديو بطيء بالذكاء الاصطناعي بالشكل ده. واللي هيكون مفاجئ بالنسبة لك شوية إنك هتلاحظ إن عندك تطبيق مونتاج مخفي على الموبايل بتاعك. محرر الفيديو اللي موجود في الموبايل ده بجد حلو جدا، بيقطع الفيديوهات وكمان بيحفظ الفيديو بجودة عالية توصل ل 2K و 4K. عشان كده بنصحك تجربه، ويا ريت يطوروا منه أكتر وأكتر. بس اللي عايزاك فعلا تعمله في معرض الصور هو إنك تعمل معايا الإعدادات دي عشان تحافظ على خصوصيتك. أي صورة احنا بنصورها تلقائيا او الاعدادات التلقائيه بتخليك مكشوف قدام الموقع اللي انت صورت فيه الصورة، يعني مكانك فين بالظبط، وحتى المعلومات اللي بتكون عن الموبايل بتاعك زي نوع العدسة والوقت الى اخره. لو دخلت على الاعدادات في معرض الصور واخترت تروح لمحو المعلومات الشخصية وفعلت الاختيارين دول، بعد كده اي صورة هتشاركها مع اي حد هيتحذف منها الموقع والمعلومات الخاصة بالصورة او الخاصة بالجهاز بتاعك. لو متابعني كويس هتعرف ان من كام يوم وصل تحديث جديد للواجهة بتاعتي غيرت بعض الحاجات تكاد تكون بسيطة ولكنها مهمة. أضافوا شوية تحسينات للنظام، وكمان أضافوا كام فلتر كده للكاميرا. بصراحة شخصيا مش شايفة إن لهم لازم، ولكن أضافوا كمان ميزة يمكن تكون مختلفة شوية، وهي إنهم غيروا في أنيميشن بصمة الصباع بتاعتك. لو دخلت للإعدادات وبعدين أنيميشن بصمة الصباع هتلاحظ إنك في علامة زائد دلوقتي، لو ضغطت عليها تقدر تضيف رقم، إيموجي، أو حتى حرف عندك عشان يكون ظاهر مكان بصمة الصباع. معرفش، هو شكله حلو ومختلف، فوروني ابداعاتكم في الحته دي. وعلى سيره بصمه الصباع، في كام ميزه كده سريعه هقول لك عليهم. يعني لو رحت للشاشه الرئيسيه مثلا وسحبت بصوابعك الاتنين دول الشاشه سريعا لتحت كده، هتلاحظ انك هتقدر تدخل مباشره لوضع التعديل على الشاشه الرئيسيه. والصوابع الثلاثه دول لو سحبت من فوق لتحت بالشكل ده هتقدر تعمل سكرين شوت بشكل سريع. ولكن لو سبت صوابعك شويه على الشاشه ونزلت بالشكل ده هتقدر تحدد بس جزء من الشاشه هو اللي تصوره، بدل ما تاخد سكرين شوت كامل للشاشة وبعدين ترجع تعدل الصورة عشان تاخد الجزء ده. وعرفنا طبعا في الفيديو اللي فات ان بصوابعك الثلاثة دول برضو لو سحبت الشاشة من تحت لفوق هتقدر تفعل ميزة مايند سبيس، واللي هي العقل الثاني لموبايلك اللي بتقدر تحفظ وتحلل وتقسم فيه كل حاجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. عشان كده قلت لك شوف الجزء الأول. طيب ماذا لو رسمنا حرف الأو على الشاشة وهي مقفولة؟ ساعتها هيفتح تطبيق الكاميرا. وعندك كمان 3 اختصارات او 3 حروف اضافيه تقدر تختار ما بينهم. لما ترسم اي رمز منهم يفتح اي تطبيق او يعمل اي اكشن انت عاوزه من شاشة القفل. دي ميزة اسمها ميزة الإيماءات والحركات، بتخليك لما ترسم أشكال على الشاشة وهي مقفولة في شاشة القفل يعمل لك وظيفة معينة أو يفتح لك تطبيق أو اختصار معين عشان يوفر عليك وقت كبير. كل اللي عليك تدخل على الإعدادات دي وتبدأ تشغل الميزة وتضيف أو تخصص الاختصارات اللي انت عاوزها. وطبعا ما ننساش ان من أهم مميزات الأوبو رينو هي انك تقدر تعمل سكرول بمجرد ما تشاور بإيدك. لو شاورت بإيدك من تحت لفوق تسحب لفوق، ولفوق لتحت تنزل لتحت
أو العكس وهكذا. كل ده تقدر تفعله من خلال لوحة التحكم. لو ضغطت على التلويح باليد ضغطة طويلة هتقدر تدخل على الإعدادات وتشوف التطبيقات اللي مدعومة بالميزة دي، إنك تقدر تعمل سكرول وانت بتشاور بإيدك. تطبيقات زي التيك توك، الفيسبوك، الانستجرام، وحتى اليوتيوب. عفوا هي اسمها ميزة التمرير الهوائي. أنا طبعا هسيب كل الإعدادات تقدر توصل لها مكتوبة على الشاشة وكمان في وصف الفيديو. والميزة اللي وصلتني في التحديث الأخير اللي قلت لكم عليه واللي فعلا بشوف ناس كتير هتهتم بيها، هي إنك تقدر تحول موبايلك إلى كمبيوتر. هتقدر تتحكم في الكمبيوتر بتاعك باستخدام الموبايل. كل ده من خلال برنامج او بلس اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، وقلنا ان هو بيخليك تعمل مزامنة ما بين الأجهزة بتاعتك، تحديدا أجهزة الكمبيوتر والآيفون وكده، ولكن ركزنا على الكمبيوتر لأنك بتقدر أي حاجة تنسخها على الكمبيوتر تكون موجودة على موبايلك، ومن موبايلك تكون موجودة على الكمبيوتر والعكس. مش بس الحاجات اللي بتنسخها، كمان تبادل الملفات وعرض الشاشة والتحكم في الموبايل بالكامل. دلوقتي بقى تقدر تتحكم في الكمبيوتر بالكامل. هتقدر تتصفح وكأنك بتستخدم الماوس، وكمان بيدعم الكيبورد لو حبيت تكتب حاجة. كل ده سواء من خلال انك تسجل دخول بنفس حساب اوبو على الكمبيوتر او على البرنامج ده تحديدا، او حتى من خلال انك تدخل على اعدادات البرنامج اللي موجود على الكمبيوتر. هيظهر لك رمز ورقم سري لما تدخلهم على الموبايل بتاعك على البرنامج ده تحديدا. هتقدر ساعتها تتحكم في كل حاجة حرفيا على الكمبيوتر بتاعك، وحتى تقفله لو حبيت. وبما اننا بنتكلم في مشاركة الشاشة او عرض الشاشة، فاكيد كلنا ساعات بنعرض الشاشة بتاعتنا على اجهزة التلفزيون او الشاشات الذكية. عشان كده مهم قوي انك تفعل الميزة دي. الميزة دي لو فعلتها هتخليك تخفي الاشعارات. يعني مثلا ممكن يجيلك رسالة على واتساب او حتى رسالة عموما وانت مش حابب ان هي تتعرض لكل الناس كده على الشاشة وهم بيشوفوا معاك حاجة معينة على موبايلك. عشان كده لما تفعل الميزة دي مفيش اشعارات هتظهر نهائيا على الشاشة اللي انت بتعرض عليها المحتوى بتاعك اثناء وضع تفعيل مشاركة الشاشة. وعلى سيرة الاخفاء، حابة اقول لك انك تقدر تخفي او تقفل التطبيقات بتاعتك. يعني مثلا لو رحت على تطبيق الواتساب وضغطت عليه ضغطة طويلة هقدر اختار اختيار قفل التطبيق. لو ضغطت عليه هيطلب مني، لو انا مش مفعلة وضع الخصوصية، هيطلب مني ان انا اعمل باسورد مختلف عن باسورد الموبايل يكون هو كلمة المرور للخصوصية بتاعتي، او اذا حبيت ممكن استخدم بصمة الصباع. ساعتها محدش هيقدر يدخل ولا يفتح التطبيق ده الا باستخدام بصمة الصباع او الرقم السري اللي انا عملته. وكمان الاشعارات اللي بتيجي من التطبيق ده هتكون اشعارات مقفولة. طالما انا قفلت التطبيق مفيش اشعارات هتظهر او محتواها هيظهر لاي حد غيري. اما لو ضغطت على اي تطبيق واخترت اخفاء التطبيق، ساعتها هتقدر تخفي التطبيق تماما، ولكن هيكون عندك اختيارين: اما تخفيه في مجلد كده او ملف مكتوب عليه التطبيقات المخفية حرفيا، او يكون عندك اختيار تاني وهو انك تخفيه تماما، لا يظهر في التطبيقات ولا في البحث ولا في اي حاجة. هيظهر بس لو اتصلت برقم انت تختاره يكون قبله شباك وبعده شباك من لوحة الاتصال. ساعتها هيظهر لك التطبيقات اللي انت عملت لها اخفاء. من نفس الاعدادات دي اللي انت هتفعل منها قفل التطبيقات او اخفاء التطبيقات، هتلاقي في اعدادات تانية كمان مهمة جدا، زي مثلا انك تقدر تعمل خزنة برقم سري. خزنة تخفي فيها ملفات الصور، الفيديوهات، المستندات، وانواع تانية من الملفات جوه مكان سري محدش يقدر يوصله الا بالرقم الخصوصيه بتاعك انت او ببصمه صباعك لو انت فعلت الميزه دي. وعشان تفعل ميزه انك تفتح التطبيقات اللي انت قفلتها ببصمه صباعك، مهم جدا تروح للاعدادات دي وتفعل الاختيار ده تحديدا. غير كده مش هتقدر تفتح التطبيقات دي غير بالرقم السري المخصص للامان والخصوصيه. كمان من نفس الاعدادات دي على فكره هتلاقي ميزه استنساخ النظام اللي احنا قلنا انك تقدر تعمل موبايلين على موبايل واحد. مين فينا لما بيعمل سكرين شوت لمحادثه مثلا وعاوز يبعتها لحد تاني، في حاجات معينة مش حابب انها تظهر او تكون مشاركة لاي حد، يعني مثلا الاسم، الصورة او الرقم الى اخره. في ميزة جوه موبايلك مهم جدا انك تكون عارف. لو خدت سكرين شوت وبعدين ضغطت على كلمة تعديل وبعدين اخترت كلمة التقطيع، من هنا عندك اختيارين: اختيار يدوي وهو انك تشاور بايدك على الحاجة اللي انت عاوز تنغمش عليها او تخفيها، والاختيار التلقائي اللي هيخلي الذكاء الاصطناعي يحدد تلقائيا الحاجات اللي هيخفيها مباشرة، زي مثلا رقم الموبايل، الصورة الشخصية، او اي ارقام وبيانات ظاهرة ممكن يحس انك مش حابب تشاركها. بعدها تقدر تعمل حفظ للصورة وتبعتها لاي حد وانت مطمن. كمان الميزة دي واللي يمكن اغلب الناس عارفاها وهي ميزة سجل الاشعارات. الميزة دي مهم جدا انك تفعلها والموبايل بيدعمها، لانك لما ساعات كتير بتحذف اشعارات بنفسك كده وتفضي قائمة الاشعارات، بتتفاجأ ان في اشعار مهم انت ملحقتش تقراه، او حتى رسالة اتبعتت لك واتمسحت بسرعة وانت ملحقتش تقراها. فلو فعلت ميزة سجل الاشعارات ودخلت على سجل
الإشعارات ده، هتلاقي كل حاجة حرفيًا اتحذفت من الإشعارات لسه موجودة لمدة 24 ساعة. أنا شخصيًا بافعّلها لإن أنا دايمًا باستعجل وباحذف معظم الإشعارات، عشان كده باحتاج أرجع لها مرة تانية، فمفعّلاها عندي على طول. بالمناسبة يا جماعة أنا اشتريت جراب جديد للموبايل بتاعي اللي هو الأوبرينو 15 هو ده. مش عارفة بقى إيه شكله حلو والّا لأ، أنا حاسة إن هو يعني متخّن الموبايل شوية. هو ليه البتاع دي بتخلّيك تمسك الإيد بالشكل ده؟ ولكن أنا مش عارفة يعني. عمومًا قولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الجراب وحابين تشتروه هاسيب لكم اللينك في الوصف، وكمان السكرينة اللي أنا اشتريتها حاساها إنها حلوة برضه، فممكن أشارككم بيها لو حابين. نرجع بقى للميزات، الميزة اللي فيه حرفيًا ناس بتحمّل تطبيقات عشان تعملها، ميزة إنك تتحكم في صوت كل تطبيق بشكل منفصل. يعني مثلًا تطبيق التيك توك تتحكم في مستوى صوته بشكل منفصل، عشان لما يكون مثلًا مستوى الصوت بتاع الوسائط عالي وتدخل على التيك توك فجأة يكون هو أصلًا الصوت بتاعه مكتوم أو منخفض. تقدر تتحكم في مستوى الصوت لكل تطبيق أنت عاوزه لوحده من خلال رفع وخفض زرار الصوت. هيظهر لك العلامة دي تضغط عليها هيظهر لك أيقونة التطبيق اللي أنت موجود عليه دلوقتي، تقدر تخفض أو ترفع الصوت زي ما أنت عاوز. وعلى فكرة لو خرجت من التطبيق ده تمامًا ورجعت له مرة تانية هتلاقي مستوى الصوت لسه موجود عند النسبة اللي أنت حفظتها عليه أو آخر نسبة أنت سبتها عليه. من رأيي دي ميزة حلوة أوي. عشان يظهر لك الأيقونة دي لما ترفع أو تخفض الصوت تأكد إنك تروح على الإعدادات دي وتفعل الاختيار ده. أما دي فهي ميزة حرفيًا ما شفتش أي حد لحد دلوقتي يتكلم عنها إلا إذا كان أنا فاتني كتير. عارفين أنتوا الكروت اللي هي بتحطها في الأسانسير عشان تطلع الشغل أو مستشفى أو عيادة أو أيًا كان؟ لو أنت عندك كارت زي ده وبتخاف تنساه فتخيل إن موبايلك ممكن يستنسخ الكارت ده ويسمح لك بدخول البيت أو استخدام الأسانسير بمنتهى السهولة. دي ميزة اسمها بطاقة الدخول. لما تستخدم الميزة دي وتلزق المفتاح كده في ظهر الموبايل هيقدر ينسخ المفتاح ده وتقدر تسميه مثلا مفتاح دخول الأسانسير، عشان بمنتهى السهولة بعد كده بدل ما تستخدم المفتاح تدخل على الميزة دي وتستخدم موبايلك كمفتاح شخصيا. طبعا الميزة دي مش شغالة على كل المفاتيح لأن في بعض المفاتيح لازم تكون مشفرة أصلا عشان الحماية والأمان للبيوت إلى آخره، عشان كده دي متاحة للمفاتيح أو لخصائص مفاتيح معينة. على أي حال جربها كده وقول لي نفعت معاك ولا لا. ومن المميزات اللي مظلومة فعلا هي مميزات أو ميزة وضع الأطفال. لو أنت عندك طفل أو ابن أختك أو أخوك الصغير إلى آخره ومحتاج مثلا إن هو يلعب على موبايلك شوية يرفه عن نفسه، لو فعلت الميزة دي فتقدر تخليه يستخدم موبايلك في وضع مخصص وثيم مخصص للأطفال. تقدر تسمح له بمدة معينة لاستخدام الموبايل، تقدر تسمح له بتطبيقات معينة أنت بس اللي عايزها، تقدر تقفل عليه النت تماما سواء الداتا أو الواي فاي، ومش مسموح له يوصل للإشعارات ولا يخرج بره الوضع ده نهائيا. إذا عاوز يخرج من الوضع ده كل اللي عليه إن هو يخرج ويدخل بصمة صباعك يعني وأنت نايم مثلا. حتى لو قفل شاشة الموبايل مش مسموح له يدخل على الموبايل العادي إلا ببصمة صباعك أنت. بالإضافة كمان إن في ميزة حلوة قوي إن مثلا لو الأطفال قاعدين في مكان ضلمة ومركزين في الموبايل مش هيشتغل، هيقول له اخرج واقعد في مكان منير شوية عشان صحة عينيه. عندنا كمان ميزة ومشكلة في نفس الوقت في لوحة التحكم. يعني مثلا في ناس كتير زي كانت متعودة إن هي مجرد ما تسحب الشاشة لتحت تنزل لوحة الإشعارات ومعاها لوحة التحكم اللي هي الواي فاي وغيرها، لكن دلوقتي انت لو سحبت من اتجاه بيظهر لوحة التحكم ومن الاتجاه التاني بيظهر لوحة الإشعارات. عشان تحل المشكلة دي كل اللي عليك من لوحة التحكم اضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول وادخل على الاختيار ده، ومن هنا فعل وضع الكلاسيكي او اختار كلمة كلاسيكي. ساعتها لوحة التحكم والإشعارات هتكون في مكان واحد. ونصيحة اقفل الميزة بتاعة السماح بالإعدادات السريعة في شاشة القفل، اقفلها تماما عشان ما تسمحش لحد ان هو يتحكم في اي حاجة في موبايلك اثناء ما شاشة القفل موجودة. كمان حد سألني في التعليقات قبل كده عن شوية مزايا موجودة في بطارية الموبايل او يعني من الاعدادات اللي خاصة ببطارية الموبايل. عايزك تدخل على الاعدادات وبعدين البطارية وتنزل لتحت شوية، هتلاقي عندك اختيارات كتير زي مثلا ان موبايلك لو اكتر من 50% فساعتها هيكون على وضع المتوازن، اما لو اقل من 50% هيروح تلقائيا لوضع توفير الطاقة. فعل الاختيارين دول لو انت عاوز الميزة دي تكون عندك. كمان لو فعلت الميزة دي اللي هي تحسين الاداء اثناء النوم، الموبايل هيعرف الوقت اللي انت فيه مش بتستخدم الموبايل واللي هو نايم طبعا، ساعتها هيقلل جدا من استهلاك البطارية بحيث لما تصحى هتلاقي الموبايل مكمل معاك اليوم بشكل عادي والبطارية ما قلتش بشكل كبير زي ما بيحصل في بعض الموبايلات. غير كمان اعدادات كتير لصحة البطارية زي مثلا
انك تقدر تخلي الشحن الذكي مفعل. دي ميزة بتخلي الموبايل يتعرف على نمط استخدامك، يعني مثلا لو هتحط الموبايل قبل ما تنام على الشحن هو بيفهم تلقائيا ان انت دلوقتي داخل تنام، فبيشحن الموبايل لحد 80%، وبيكون عارف مثلا انك هتصحى الصبح وتستخدم موبايلك حوالي الساعة 7 صباحا، فبيجي من عند 6 صباحا تقريبا ويبدأ يكمل الموبايل شحن من 80 ل 100% عشان الموبايل يكون جاهز على وقت صحيانك واستخدامك بالظبط. وممكن انت بنفسك تحدد نسبة معينة لما الموبايل يوصل لها يفصل شحن على كده وما يكملش استقبال للشحن، يعني ممكن تخليها 80% او 90% زي ما انت عاوز. وفي كمان اعداد الشحن السريع الذكي، ده اعداد لو فعلته الموبايل بتاعك هيشحن بالطاقة كاملة للشاحن الاصلي اللي جاي مع موبايلك. نصيحة، لو موبايلك معهوش الشاحن الاصلي يا ريت بلاش تفعل الاختيار ده لانه بيرفع من درجة الحرارة للموبايل بتاعك بشكل كبير. انا شخصيا مش محتاجاه بشكل كبير، عشان كده مش مفعلاه طول الوقت، بفعله في بعض الاوقات فقط لا غير، حتى والشاحن بتاعي الشاحن الاصلي. كمان في شويه مزايا انصحك جدا انك تفعلها، زي مثلا درجه اللون التكيفيه. دي ميزه موجوده في الشاشه بتخلي الوان الشاشه تتغير بناء على البيئه اللي انت موجود فيها، يعني بتخلي الالوان دافيه او حتى بارده احيانا على حسب المكان اللي انت موجود فيه. وسالتوني كتير جدا عن الخط اللي بستخدمه في موبايلي، هو ده اسم الخط اللي انا بستخدمه، حملته من موقع موجود اونلاين عادي، ده اسم الموقع، كمان ثبته على الموبايل باستخدام بتطبيق زي فونت 3. التطبيق انا شرحته قبل كده في الفيديو ده، يا ريت ترجعوا تشوفوه لو انتوا حابين الشرح بالتفصيل. وكمان لو رحت للشاشه الرئيسيه عندك وبصوابعك الاثنين سحبت الشاشه سريعا بالشكل ده لتحت، وبعدين اخترت الايقونات، لو عندك اي حزمه ايقونات او تطبيق للايقونات عاوز تغير بيه شكل الايقونات بتاعتك تقدر تضيفه من هنا وتتحكم في حجم الايقونه وشكلها الى اخره. انا شخصيا ده تطبيق الايقونات اللي انا بستخدمه على موبايلي، في حال حبيتوا تحملوه هتلاقوا اللينك كمان موجود في الوصف. مش بس كده، كمان في ميزه حلوه قوي للناس اللي عندها كسل او مش عارفه ازاي تنظم شكل الموبايل بتاعها. لو ضغطت ضغطه طويله على الشاشه الرئيسيه واخترت كلمه المجموعه او التنظيم، تقدر هنا تغير شكل موبايلك على حسب التخطيط او حتى اللون او الفئات. لو اخترت اللون مثلا هينظم لك كل التطبيقات اللي شكلها بنفس اللون في مكان واحد، وهيبقى شكلها حلو جدا بصراحه. وهكذا تقدر تختار اي شكل من الاشكال دي عشان تغير شكل شاشه موبايلك بستايل جديد ومختلف. والميزه اللي بقول عنها حلوه فعلا وتستاهل هي ميزه التحكم في شكل الايقونات والملفات اللي على الشاشه الرئيسيه. يعني مثلا لو ضغطت ضغطه طويله على اي ايقونه موجوده هنا اقدر اخلي شكلها مربع كبير كده او مستطيل، ايا كان الشكل اللي انا حاسه ان هيكون اشيك على الشاشه او الصفحه الرئيسيه بتاعتي. كمان اقدر اعمل اختصارات سريعه، مثلا لتطبيق الواتساب اخلي محادثه معينه هي موجوده على التطبيق كده من بره، او حتى الكاميرا الى اخره. كل دي حاجات بتخليك تتحكم في شكل العرض بتاع موبايلك او الصفحه الرئيسيه لموبايلك، وبتخلي شكلها فعلا يفرق معاك ومترتب واحلى بكتير. وكمان على فكره من ضمن الحاجات اللي تغير الشكل هي انك تقدر تعمل رنة تليفون ولكن فيديو، يعني لما حد يتصل عليك الفيديو يشتغل سواء صوت وكمان صوره. كل ده من خلال اعدادات تغيير نغمه الرنين. هتلاقي عندك اختيار اضافه فيديو، تقطع فيديو او جزء من الفيديو اللي عندك وتخليه هو نغمه الرنين صوت وصوره. وميزه مهمه قوي وكمان مفيده لناس كتير، وهي انك ساعات بتكون متخيل ان التطبيقات اللي مفتوحه في الخلفيه بتحذفها عادي كده وخلصت بالشكل ده، ولكن لو سحبت لوحه التحكم لتحت كده وضغطت على المكان ده هتشوف ايه العمليات اللي جاريه في الخلفيه، ايه التطبيقات اللي شغاله ولكن انت مش شايف ان هي شغاله دلوقتي. تقدر تضغط ايقاف على اي تطبيق مش عاوزه يفضل شغال في الخلفيه، او حتى تسيبه شغال زي ما انت عاوز. في الجزء ده حاولت اجمع اكتر المزايا اللي انا شايفه ان هي فعلا مهمه وهتساعد سواء في شكل الموبايل او حتى في الحفاظ على الخصوصيه بتاعتك او حتى في انك تفهم الموبايل اللي موجود ما بين ايديك. بنصحك مره تانية ان انت تشوف الفيديو بتاع الجزء الاول. اي اعدادات او ميزات انا قلتها كتبت طريقه الوصول ليها في الشاشه، وكمان هكتبها في وصف الفيديو لو قدرت ان شاء الله. وكحاجه اخيره انتوا برضو سالتوني عنها عن نوع الكيبورد اللي انا بستخدمه. انا بستخدم كيبورد العادي جدا بتاع جوجل اللي هو جي بورد، ولكن يمكن شكل الحروف او الزراير بارزه عن بعضها شويه لان انا بختار من السمات او المظهر بختار تلقائيا، وبعدين لما بدخل على تلقائيا دي او الشكل اللي انا اخترته تحديدا بختار تفعيل حدود الحروف، فالزراير بتظهر عندي بالشكل ده. والقلم المستخدم في الفيديو زائد الجراب زائد السكرين اللي انا جبتها للموبايل، كل حاجه انتوا عاوزين توصلوا لها هتلاقوني سايبه لكم لينك لكل المنتجات، هتلاقوها موجوده في اول تعليق او في الوصف او على موقع موبيعرب.com. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتتحملوني شويه لو كان طويل، واشتركوا في القناه دعما ليا. بشكركم جدا 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 واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.